السلام عليكم البنات، مرحبا بكم في وصفه جديده من قناه مهدي زاد. ان شاء الله كامل تكونوا بخير. راح نشارك معكم اليوم طونه بلاصوص، تجي بزاف بنينه هذه لاصوص، تجي روعه بزاف بنينه البنات. نتمنى منكم تجربوها وتعطيوني رايكم في لي كومونتير. قبل ما نبداو الوصفه تاع نهار اليوم متنساونيش بالجيم باه يزيد يطلع لي لا فيديو، وتشتركوا معي في القناه، تفعلوا زر الجرس بيوصلكم كل جديد، وتبارطاجيو الفيديو هذا صحاباتكم وحباباتكم واصدقائكم اللي تعم الفائده. دوك نبداو بالوصفه. بسم الله. هنا طرف تاع الطونه هاهو، دوك نقصوها بتي كاري. وهنا عندي الماء وملعقه كبيره تاع خل وطنجة تاع ليمونه باه نغسلو الطونه تاعنا باه يروح لنا هذا الدم المحجره اللي فيها. هنا كيما هضرت لكم نغسلها مليح في الخل والماء وطنجة تاع ليمون. دوكا نخليهم شويه حتى يطلق الدم هذاك المحجر، وبعد نرجع لكم. هنا بعد ما خليتهم يطلقوا شوفوا كيف ولاو لا كولور تاعهم، نحلهم الدم هذاك. دوكا نجيبو كسكسه نحطوهم فيها يقطروا خلاص. انا دوك نحطهم يقطروا، بعد نمروا باه نديروا التتبيله تاعهم. نجيبو صح. هنا عندي 4 فصوص ثوم، لازم كبار يكونوا، ولا كان عندكم صغار ديروا 6 حتى ل6. عندي عصره تاع حبه ليمون، 2 ملاعق كبار خل ابيض، ملعقه صغيره لاموطارد، ملعقه فلفل عكري الاحمر محلوه، نص ملعقه كمون. نعرفوا بلي الكمون يتمشى بزاف مع الحوته. عندي هنا شويه 4 ملعقه صغيره ثوم بودره، 4 ملعقه صغيره فلفل اسود، شويه زعتر مرحي، ونملحو. هنا الملح نملحو حسب الحوه حسب الطعم تاعنا، ونحطو كميه مليحه تاع الزيت. نحطو نقول لكم قداه. انا حطيت 3 ملاعق زيت. نخلطو مليح التتبيله هذه. ها التتبيله تاعي. دوك نحكمو الطون تاعنا بعد ما قطرت، نخليوها تقطر مليحه من الماء هذاك. دوك ندخلو فيها التوابل. كنخليها ترتاح، نغطيها ببابي فيلم ونحطها في الثلاجه ربع ساعه، بعد نجيو نكملوا الوصفه تاعنا. البنات حطيت المقله تسخن ونحطوا الطونه تاعنا صافيه. هنا بعد ما خليناها ترتاح ويدخل الزيت والتوابل فيها، نجيو نقليوها على نار قليله لازم. مثلا المرحله هذه كاينين اللي يديروها في بلان ويدخلوها للفوره، هذيك بزاف تجي بزاف بنينه البنات. كيما تحبوا الطريقه هذه ولا انا سهلتها لكم. البنات دوك نمروا باه نديروا لاصوص تاعنا اللي تافق الطونه. هنا عندي 2 حبات طماطم، لازم تكون حمراء تاع الكعبه، لازم تكون حمراء. هنا هي متوسطين، ما كبار بزاف ما صغار بزاف. هنا عندي المعدنوس في الاخير نحتاجو باه نزين به. هنا عندي ملعقه صغيره كمون، ملعقه 4 ملعقه صغيره فلفل اسود، والملح حسب الطماطم نملحوها، و4 ملعقه صغيره تاع ثوم بودره، و2 فصوص ثوم، وملعقه صغيره فلفل عكري الحلو. انا البنات ديما نخدم بالحلوه، نتوما كان تحبوا الحار خدموا بالحار. عندي نص ملعقه زعتر، ولا عنده الرند اللي يحب الرند
يديروها. انا ما نستعملوش خاطر ما نحبوش، على هذيك ما نستعملوش البنات. عندي ملعقه صغيره طماطم معجونه. دوك نبداو بالوصفه. انا حطيت المقله تاعي تسخن، حطيت ملعقتين زيت، ها هي نحط الطماطم، نحطو معاه ملعقه صغيره سكر. هنا السكر البنات دوروا باه الطماطم تاعنا خاطر نعرفوها بلي الطماطم معجونه ديما تجي حامضه، هنا باه يحليها، باه ينحي لنا الحموضه تاعها. ونجيبو 2 فصوص ثوم ونقلبهم مليح. لازم نقصوا النار، نعرفوا بلي الثوم اللي بديت تحرق. هنا نجيبو الطماطم، هنا نحطو الطماطم تاعنا. شوفوا البنات متخلوش الثوم تاعكم حتى تخلوا مليح، حتى تحرق لنا ويولي فيها القومه مليح. دوك نحطو التوابل. هنا نخلي الطماطم تاعنا تقلى مليح، وبعد نجيبو كاس ونص ماء من العين والمرا ونحط ونكبوه فوقها. ولا عنده الرمل كيما هدرت لكم اللي يحبوها حطوا ورقه رمل. البنات بعد ما تقلات مليح شوفوا هكا نجيو نحطو الكاس الاول تاع الماء، نزيدو نص كاسه. انا راح نغطيها البنات، نغطيوه ونخليه حتى يغلى مليح وينشف شويه. هذاك نكبو الطون تاعنا. نشوفوا الكلاصوص تاعنا بعد ما عقدت شويه، ها هي نكبو الطون تاعنا. زيد نخليوها تشرب لاصوص شويه. صوص الطون لازم تجي خاطره البنات، كنخليها دير. وشوفوا الملح تاعكم، الا كان ناقص زيدولها. كنزيد نخليها شويه تبقبق في واحد لاصوص تاعها، بعد نشوفوها في صحن تقديم. وصلنا البنات الى نهايه الفيديو. هاي الطونه تاعنا بلاصوص جات روعه، جات ما شاء الله البنات. نتمنى منكم برك تجربوها. دوك نرش عليها شويه معدنوس، جات روعه بنينه البنات. ونزينها بشويه قرص الاطراف. عرفوا بلي الحوت بزاف يتماشى مع الليمونه. فوالا هاو الطبق تاعنا البنات، هاهو وجد جا روعه. وشوفوا لاصوص تاعها كيفاش جات، شوفوا كيف خاطره. لازم تجي كيما هكا لا بغا الطونه تاعنا. ها هي طايبه، ها هي جات روعه البنات. قد ما نوصف لكم ما نقدرش، لازم حتى تجربوها. بقى لي غير نقول لكم دركاله. تهلاو في روحكم. الى وصفه اخرى، سلام.